في كورس مايكرو موجود دلوقتي، يا ترى تاخده ولا ما تاخدوش؟ الحقيقه ان اي كورس يقابلك على مدار نيابتك خده، ولكن بالترتيب. لما حد بيسال في بدايه نيابته لازم نتاكد ان هو بيعرف يعمل بيزك سوتشرنج سكيلز. لازم يكون البيزك سوتشرز كلها، كل الغرز الجراحيه، سمبل، ماتريس، انفيرتد، هوريزونتال، سبكوتيكولار، كل ده ايده بقت بتعرف تعمل هاندلنج كويس جدا للتيشوز الماكرو تيشوز، لان بعدها هنقدر نستخدم المهارات دي الموجوده في البيزك سوتشرنج سكيلز عشان نطبقها في المايكرو سيرجري كورس. ولكن لو انت دخلت على المايكرو سيرجري كورس وانت ما كنتش في الاول بتعرف تخيط كويس البيزك سيرجيكال نوتس، هتلاقي نفسك بتتعب كتير جدا وانت شغال. والكورس اللي انت بتاخده في يوم او اتنين او تلاته هتلاقيه انت بتاخد فيه كميه كبيره من السكيلز ما بتقدرش انك انت تكوب مع الباقيين، لان ببساطه انت لسه ما اتعودتش على الغرز والالات الكبيره، فمنين هتقدر تاخد الالات الصغيره؟ فانا اشجعك جدا انك انت تاخد كل الكورسات اثيتك ريكونستراكشن along الفتره التدريبيه بتاعتك التعليميه في نيابتك. اطحن نفسك كورسات في كل المراحل، لان مفيش نظام تعليمي ممهد ماشي عليه. احنا بنحاول ان احنا ننشئه سوا ان شاء الله، وده موجود الحمد لله معايا بعض في الاكاديميه بتاعتنا، سيرجي ماسترز اكاديمي. ولكن انت لما تيجي تختار كورس زي ده، ده ادفانسد شويه، تاخده امتى؟ تاخده لما انت تكون اتاكدت انك انت بتعرف تاخد البيزك سوتشرز. خدت البيزك سوتشرز باشا، من تاني يوم خد البيزك مايكرو سيرجي، حتى لو انت ما بتشتغلش مايكرو سيرجي. طب ليه؟ الفكره كلها ان ده تول بوكس انت بتجمع فيه كل المهارات بتاعتك من اثيتيك لريكونستراكشن، ومع المهنيه ومع الممارسه انت هتلاقي نفسك التول بوكس ده بتبدا تطوره. انت دلوقتي بتذاكر في لابات ليه؟ ما انت ما بتشتغلوش في المستشفى بتاعتكم في لابات كلها كونجنتالز، علشان خاطر في بعض حالات كونجنتالز انت بتحتاج فيها الفلابات، هتفرق كتير. ما تعرفش امتى يمكن ربنا يرزقك باتاتش ريكونستراكشن تشتغل. انت مثلا هتشتغل فيس ليفت ازاي؟ ليه اخد محاضره عن فيس ليفت؟ اي ما حضرتك دلوقتي مثلا ربنا رزقك باستاذ كل شغله فيس ليفت وقال لك يلا اتاتش معايا. ايه رايك لما انت تكون خدت بيزك نولج عن الموضوع دوت وتتعلمه؟ اسبق المعلومه، ما تخليش المعلومه تسبقك. العلم كله نافع، خده بالترتيب وأهب نفسك، حط جدول لنفسك، وأي حاجة تلاقيها قدامك فيها منفعة خدها. في كل علم منفعة بإذن الله.